بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الكتاكيت البيضة بإذن الله. النهاردة تاني يوم في عمر الكتاكيت. هنبدأ ان شاء الله، هنستعرض بقى هنعمل ليهم ايه وازاي هنبدأ نغير معانا على طول شكل الكتكوت. وازاي كمان هنغير في معدل النمو، وايه الخلطات اللي احنا هنشتغل بيها بإذن الله. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انت اول مرة بتشوف القناة عندي، اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان حطي لي اللايك على الفيديو لو عجبك. فيلا بقى انزلي دلوقتي حطي اللايك وشجعيني كده وسيبي لي تعليق حلو. بصوا بقى، مبدئيا زي ما قلت لكم النهارده العمر الكام؟ النهارده تاني يوم في عمر الكتاكيت. فانا بالنسبه لي بقى تاني يوم ده بيبقى اهم يوم بالنسبه لي. ليه بقى؟ انا طبعا اول يوم بجيب فيه الكتاكيت ببدا ان انا احضن الكتاكيت وادفي الكتاكيت، لان زي ما قلت لكم انتوا اول ما بتجيبوا الكتاكيت بيبقى لون الحمام بتاعهم مش حلو، بيبقى مخضر، بيبقى ابيض، كلام من ده كله. فطبعا ده معناه ايه؟ ان الكتكوت ده لسه ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، فبيبدا بقى ياكل ويشرب، فبيبدا لون الحمام يتغير معاكي. فانا بقى بالنسبه لي تاني يوم لما باجي عايزة أشوف بقى في إسهالات، ما فيش إسهالات، الوضع عندهم إيه، علشان أعرف أشتغل معاهم. تعالوا بس الأول كده نقول خلطتنا إيه اللي إحنا بنعملها دايمًا لكتاكيتنا، علشان بتغيّر معانا شكل الكتكوت على طول. وأنتم بتلاحظوا كده الحمد لله من تالت ورابع يوم الكتكوت شكله بيتغيّر على طول. معايا إيه، هتبدأ دلوقتي هتظهر لكم برضه الحاجات اللي أنا حطيتها. معايا توم باودر، معايا بصل باودر، معايا حبة البركة أهوّة زي ما أنتم شايفين، توم باودر، بصل باودر، كركم، حبة البركة، سمسم. 5 حاجات بدأت أحطها النهارده للكتاكيت عندي. البصل البودر والثوم البودر ده كده يعتبر معاكي مضاد حيوي طبيعي، تنفسي ومعوي حلو جدا. حبة البركة رافع مناعة، الكركم مضاد للسموم علشان لو في اسهالات، السمسم برضو دوت هيساعد معاكي في عملية ان الكتكوت يزيد معاكي على طول. اهالينا زمان يا حبايبي لما كانوا يجيبوا الكتاكيت كان اول حاجة تنزل معدتهم هما شوية السمسم، يحط لهم كده للكتاكيت البلدي زمان. لان زمان برضو ما كانش الكتاكيت البيضة دي موجودة يعني، فكانوا نستقبل على طول الكتكوت باللي هو إيه، شوية السمسم ده كده. بدأت كده بقى إيه، إن أنا هتاخدي من كل حاجة معلقة صغيرة على كيلو العلف، وتبدئي تقلبيها كده زي ما أنتِ شايفة، وتبدئي بقى إن أنتِ إيه، ترفعي النهارده كده بدأت أرفع الأكل ليهم أهوّة زي ما أنتم شايفين. ارفعي الأكل شوية علشان الكتكوت يشِب كده وياكل. وحاجة كمان زي ما قُلت لكم، ما ينفعش الأكل يبقى على الأرض. ليه بقى؟ الأكل هيبقى على الأرض، الكتكوت هيعمل عليه حمام، هيُقع فيه تبن، فبالتالي هتكتر معاكِ السموم الفطرية وإسهالات ومشاكل. فالعلافة والسقاية تكون مرفوعة على إيه، على مستوى الكتكوت. يعني ما ينفعش إن أنا أحط حاجة عالية والكتكوت مش عارف ياكل. فبالتالي أنا حطيت الكرتونة الصغيرة دي، وهاشوف الكتكوت هيعرف ياكل والّا لأ، أهوّة زي ما أنتم شايفين. خلاص أنا كده بقى أطمئن على الكتكوت. وبالتالي لمّا تيجي تاني يوم بتلاقي العلافة معاكِ نضيفة، يعني ولا فيها بقى تبن ولا فيها حمام ولا فيها أي مشاكل. لإن طبعًا إحنا لو جينا تاني يوم وحطينا مثلًا في أطباق تحضير وكلام من ده، بيبدأ بقى يعملوا حمام عليه وكمان تبن وكلام من ده، فبتبدئي ترمي. فلأ طبعًا خسارة. أنتِ بتبدئي إن أنتِ إيه، ترفعي كده مستوى الأكل ومستوى المَيّة عشان الكتكوت يشِب وياكل. وزي ما قُلت لكم السبب الرئيسي إن إحنا بنرفع المَيّة والأكل، إن الكتكوت ما يعملش حمام عليه، وكمان ما يجيش عليه تبن ونبوظه. دي كده حاجة. طيب الحاجة بقى اللي أنا عايزة أتكلم معاكِ فيها إيه، العلاج. أنتِ دلوقتي حابة تجيبي علاج تحصينات، ما فيش مشكلة خالص، أنتِ بتجيبي نوعين، معوي وتنفسي. طيب الأسامي بتاعتهم إيه؟ ده على حسب بقى. في أسامي كتيرة ممكن الدكتور يبدأ يرشحها لِك. ممكن هيدّيكِ مثلًا إزازة فيها المعوي والتنفسي مع بعض، ممكن يدّيكِ بودرة. فدوّة بيبقى على حسب الدكتور بقى ما هيطلّع لِك إيه. حابة والله تشتغلي بيه معاهم بتحصينات، أنا ما فيش مشكلة خالص اشتغلي. حابة تشتغلي طبيعي برضه شوفي إيه اللي يريحِك. طيب أنا حطيت النهارده في المَيّة، أنا حطيت مَيّة سادة خالص. أنا امبارح استقبلتهم بمَيّة وعسل، أو مَيّة وزي ما قُلت لكم محلول جفاف، أو مَيّة وعسل أسمر. 3 حاجات تستقبلي بيهم كتاكيتِك. شوفي المتوفر عندِك إيه وابدئي استقبلي بيهم كتاكيتِك. فالنهارده حبيت أعمل مَيّة سادة خالص، أنضّف بقى معدة الكتكوت من أي حاجة لو في أي حاجة، وهاشوف بقى تالت يوم هاشوف الوضع إيه. طيب لو لقيت إسهال هاشتغل بطريقتي، لقيت حمّامهم كويس برضه هاشتغل بطريقتي. يعني ما ينفعش إن أنا آجي أقول لِك تالت يوم هنعمله مثلًا ليهم شاي، هنحط أنتينال، لأ. أنا أشوف تالت يوم الوضع عندي إيه.
هظبط برضو درجات الحراره وادفي الكتكوت كده وابص في السبله عندهم، لقيتها حلوه والدنيا تمام، ابدا اشتغل حاجه ايه لزياده الوزن. لقيتهم محتاجين حاجه في شويه اسهالات، برضو هبدا اشتغل معاهم ايه للاسهالات. فده ان شاء الله بكره هنشوفه في فيديو بكره. الناس اللي هتحط علاج خدي بالك الميه تبقى بعيده عن اللمبه كده علشان العلاج ما يبص. وكمان الاكل كمان لازم يبقى بعيد عن اللمبه، مش تحت اللمبه مباشره، لان طبعا السخونيه بتاعت اللمبه هتبدا تسخن معاكي الميه زياده عن اللازم، هيبدا مفعول المضادات دي تبوظ معاكي. حاجه كمان لو هتحطي علاج حطي على القد، يعني انا ممكن احط نص سقايه، ممكن احط ربع سقايه، على حسب ما اشوف انا العدد اللي انا جايباه ايه. اولا العلاج غالي مش عايزين نكب منه اي حاجه. ثانيا العلاج ده ما بيقعدش يومين قدام الفرخ، يعني مثلا مش تقولي لا ده لسه قدامهم العلاج طب اسيبه كمان لبكره لا ده ما ينفعش خالص. فعشان كده بقولك هتحطي العلاج هتحطي على قد الفراخ اللي عندك. هتشوفي هما بيشربوا قد ايه، وممكن تقسمي العلاج ده على ايه، مثلا على مرتين في اليوم. احط الصبح مثلا ربع سقايه نص سقايه، واجي مثلا اخر النهار لما بطلع بعد العصر اكمل مثلا ايه احط برضو ربع سقايه نص سقايه، بحيث ان انا ايه مهدرش اي حاجه من العلاج. بدأوا هو زي ما انتم شايفين ما شاء الله يتجمعوا وياكلوا، والوضع عندي تمام. الناس اللي برضو كان جالي سؤال، الناس اللي بتقول طيب افرش ايه في البطاريه، انا فرشه يا حبايبي مشام شكاره وفرشه شويه تبن، ما حطيتش جير مطفي خالص ملوش لازمه. بالنسبه لي ملوش لازمه في البطاريه. ليه بقى؟ لان انا شويه وهشيل الكتاكيت الفرشه دي من تحت الكتاكيت، يعني كمان 3 4 ايام ولا حاجه. فانا مش عايزه اجير ولا حاجه. انما انت لو هتفرشي مثلا عندك بوكسه ولا حاجه، ممكن تحط طبعا طبقه الايه الجير ديت الاول. بس انا علشان زي ما قلت لكم انا مش هتفرق معايا كتير، انا حطها بس عشان الكتكوت يعرف يقف عليها في اول يومين 3، وكمان ادفي الكتاكيت معايا على قد ما اقدر. فانا علشان كده ايه انا فرشه الايه الشكاره دي وحاطه فوقيها تبن، بس ما حطيتش جير مطفي. بس زي ما قلت لكم شويه كده وهشيل الكلام ده كله وهشتغل معاهم كمان ايه عادي خالص. فيبقى انت خدتي بالك من ايه، من نقطه ان انت مش هتسيبي الميه قدامهم كتير. الاكل يبقى بعيد عن مستوى اللمبه هو والميه علشان ما يعملش معاكي، ما يسخنش العلف ويسخن الميه ويبدا تظهر عندك مشاكل كتيره. تتاكدي ان الكتاكيت بتاكل كل يوم وجبتها، يعني شويه العلف اللي انت بتحطيها، طبعا انت في الاول ما بتحطيش كتير، انت بتحطي حاجات بسيطه بس كده خالص، بحيث ان الكتكوت ايه مش هياكل معاكي كتير. وبعد كده بقى بتبداي تزودي شويه بشويه، وما تمليش العلافه. يعني مش مثلا تقولي ايه لا ده انا هامله لهم بقى العلف ده يخلصوه في اسبوع لا طبعا ده غلط. انت بتحطي كل يوم شويه بشويه. وكمان انت لما بتيجي تاني يوم لو بتربي ارضي كده مثلا وجا شويه تبن ولا في مشاكل، بتبداي تنفضي الايه العلافه كده الاول، بتطلعي منها اي حاجه مش كويسه، وتجنبي شويه الاكل اللي كلوه على جنب، وتبداي تحطي ايه اكل جديد. فمش هنطول يا حبايبي في فيديو النهارده، استنوني بقى ان شاء الله بكره هنشوف هنعمل معاهم ايه. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.